السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض اكله اقتصاديه وطعمها جميل جدا. هنعمل رز بالعدس، وهنعمل بيض مدحرج في السمنه، وهنعمل بتنجان مخلل. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حقكم كل جديد. طبعا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كوبايه عدس اصفر، هبتدي ان انا انزل بيها بالشكل ده، وانزل عليها بكوبايتين رز مصري، وابتدي ان انا انقيه كويس جدا. وبعد كده ابتدي ان انا اغسل الرز مع العدس بالشكل ده. بعد كده اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا انزل عليهم بالرز والعدس اللي احنا غسلناهم مع بعض، واكون مصفيه كويس جدا من الميه، وابتدي ان انا احمر الرز مع العدس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اول ما الرز يتحمر معانا والعدس لونه اتغير معانا من اللون البرتقاني الى اللون الاصفر، ابتدي ان انا انزل عليه بالميه، وابتدي انزل عليها بنص معلقه ملح، وابتدي ان انا اوطي النار على الرز واخليه ان هو يتشرب معايا ويستوي معايا على نار هاديه. بعد كده اكون مجهزه معايا 4 بيضات، وابتدي ان انا اسلقهم بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واكون مجهزه معايا حله على بوتاجاز بالشكل ده، وانزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها بنص معلقه ثوم مفروم ناعم، وابتدي ان انا احمر الثومه مع الزيت بالشكل ده. واول ما الثومه بدات تصفر معانا ننزل عليها بعصير الطماطم. وبعد كده ابتدي انزل عليها بالتوابل، انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه ملح، وابتدي ان انا اسيب الصلصه عندي تتسبك معايا كده. خلاص البيض اتسلق معانا، قشرنا البيض مع بعض. بعد كده ابتدي ان انا اجيب معلقتين كبار من السمنه، وانزل عليها بالبيض بالشكل ده، وابتدي ان انا احمر البيض زي ما حضراتكم شايفين. بجد اكله جميله جدا وسهله وما بتاخدش معانا وقت، اكله اقتصاديه وطعمها جميل جدا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وده الشكل النهائي للاكله بتاعتنا. عملنا رز بالعدس مع بعض، وعملت البيض المدحرج في السمنه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وعملت بتنجان مخلل، وكمان حطينا الليمون والفلفل اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.